Hello everyone, this is Nurhan Swerki, the English Gamer once again. أهلا بيكم معايا. النهاردة بنتكلم عن بعض التيبس and tricks لاختبار الايلتس. بنتكلم النهاردة عن استخدام قاعدة if. مهم جدا ان انت في اختبار الايلتس في السبيكينج او في الرايتنج تستخدم if، علشان لو انا عايز اجيب سكور 7 او 7 بلس لازم اكيد هتستخدم قاعدة if. طيب هل انا في الامتحان طول الامتحان هقعد اقول if هكررها مثلا لو انا هستخدمها مرتين 3 4؟ لا، هنا بديك 5 بدايل بدل ما استخدم if علشان ما نكررش، فبالتالي استخدم السينونيمز. بدل if ممكن استخدم provided that or providing that, on condition that, as long as, so long as. و so long as هيها as long as، بس هي يعني a bit formal. هنا بديك مثال: pollution will get worse if we continue to live in a throwaway society. عندنا الجملة دي هنستخدم فيها، أنا مستخدمة فيها if. طيب أنا طبعا محتاجة إن أنا أشيل if وأحط واحدة من البدايل دي. ممكن أقول مثلا هستخدم أول واحدة، هقول pollution will get worse provided that we continue to live in a throwaway society. throwaway society يعني احنا بنعيش في مجتمع استهلاكي، أي حاجة بنشتريها بنرميها على طول، مش بننتفع بيها تاني يعني. دي كده كانت اول تيب اند تريك معانا للايلتس. استنوني في فيديو جديد هعرفكم تيب اند تريك تانية لاختبار الايلتس. باي باي فور ناو.